هي إلى الصحراء الشرقية، بحكم أن المناورات في الراشدية اللي هي على الحدود الجزائرية، النظام الجزائري اعتبر بأن التسمية تاع الشرقية 2025 مقصودة في إشارة إلى قضية الصحراء الشرقية. مسألة الصحراء الشرقية هي مسألة مطروحة منذ 1962 من طرف الوطنيين المغاربة، بداية من حزب الاستقلال، أنهم يطالبون بأراضي يعتبرونها تاريخيا أراضي مغربية اقتطعها الاستعمار الفرنسي، يعني لصالحه في وقت المستعمرات. ثم لما جاءت الجمهورية الجزائرية سنة 1962 هذه الأراضي صارت جزائرية، وهم يعتبرون بأنه هذا دون وجه حق، مثل ما في فترات كانت. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي. في فيديو جديد. في هذا الفيديو غادي نشوفوا شوقي بن زهراء المعروف طبعا والغني عن التعريف، سوف يحلل ويناقش مناورات الأسد الأفريقي الذي تبناه المغرب بشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية. هذه الشراكة التي غاضت أعداء الوحدة الترابية للمملكة المغربية الشريفة، أولها وهي الجزائر. ردود فعل قوية وقوية جدا في هذا الفيديو. خليكم مع الفيديو، فرجة ممتعة، ما تنسوناش من لايك. الراشدية، سكان الراشدية تقولوا الراشدية موش سامع بها، يقول لك راه خطين. النظام الجزائري غضتو مناورات عسكرية في الراشدية، واش دخلك في الراشدية؟ وزيد نبداو بالتناقضات قبل ما نروحوا لقضية شرقي ما شرقي، رانا جايين للفضيحة تاع شرقي. مي قبل هذا نفتحوا قوس مناورات عسكرية، اوكي نشوفوا واحد المناورات العسكرية. 7000 وقف. راجمة أمريكية من نوع هيمارز وتجري التمارين العسكرية. وزارة الخارجية الجزائرية، واش هذه خفات عليكم ولا؟ استنى نعطيكم التاريخ. 23 جوان 2022. واني نزيد لكم، انا راني تعرفوني مخبر، وسأخبركم بأن المناورات هذه على بالكم وين داروها؟ بيناتنا برك، ما يسمع حتى واحد. داروها في الصحراء الغربية، في المحبس يا جدك، على الحدود الجزائرية. المحبس تعرف، المحبس قادر واحد راهو في تندوف تعيط له، ما تحتاجش تليفون ولا. ابراهيم قالي زعيم جمهورية تندوف تحكي معاه من المحبس نورمال، ما تحتاجوا حتى وسيط بيناتكم، لا حمام زاجل لا والو. ما شفتوهاش؟ وبالهايمارز يا جدك، تسمى بالهراجمة الصواريخ الأكثر تطورا في العالم، وراهم يقصفوا. النظام الجزائري ماشي في والو، ما شفنا بيان. واش من 35 كيلومتر يجدك المحبس، قل من 35 كيتحسب مع النقطة الحدودية، قل من 35 كيلومتر. راه جوست يخي هذيك الخطرة الإرهابيين تاع البوليساريو يخي قصفوا كي كان واحد التجمع في المحبس. الأمريكان، الولايات المتحدة الأمريكية، وزيد هذاك الوقت كانت الإدارة تاع بايدن. أروح دركا شرك فمك تراش. المناورات تاع الأسد الإفريقي راهي كل سنة، كل عام مناورات مغربية أمريكية، ما شفتوهاش؟ عميتوا عليها، معليش. غادي نقولوا الولايات المتحدة الأمريكية نلعبوها ما شفناش ونغفلوا نعاودوا نرجعوا للبيان. من الحدود الجزائرية، وذلك تحت مسمى شرقي 2025 الذي يحمل الكثير من الدلالات حسب ما ورد في البيان. وأوضح تسمية تاع المناورات يقول لنا بيان وزارة الخارجية الجزائرية شرقي 2025، وهذا الاسم يحمل العديد من الدلالات. في الدلالات ما يقولوناش، تحت شعار هذه مقصودة. اقسم بالله
النظام الجزائري في بيان من وزارة الخارجية قال لنا هذه مقصودة. التسمية تاع المناورات الفرنسية المغربية بشرقي 2025 مقصودة. نعاودو نسمعوا البيان مع بعضنا، ركزوا وحده وحده ماشي مشكل، بالك انا راني نكذب. لمحدثيه بأن الطرف الجزائري ينظر إلى هذا التمرين على أنه عمل استفزازي الجزائر، مضيفا بأن تصرفا مثل هذا القبيل سوف يسهم في تأجيج الأزمة التي تميز العلاقات الجزائرية الفرنسية في المرحلة الراهنة، ويرفع تنبر المقبل بالرشيدية بالقرب من الحدود الجزائرية، وذلك تحت مسمى شقي 2025 الذي يحمل الكثير من الدلالات حسب ما ورد في البيان. الذي يحمل الكثير من الدلالات، شرقي 2025 شرقي 2025. درك واحد مرة أخرى من على باليش أنا من ترينيداد وتوباغو كي يجي باش نشرح له القضية، قبل ما نشرحها له يسمع القضية هذه يقول لك شرقي 2025 اسم المناورات بين فرنسا والمغرب. ما هي الدلالات اللي يتكلم عليها بيان وزارة الخارجية؟ ما قالوا لناش. من بعد هذا اللي من ترينيداد وتوباغو يروح يسقسي الدولة اللي هاك، يروح المواطن أي مواطن مغربي في الرشيدية. الرشيدية راكم في العالمية مع النظام الجزائري. انا شوقي بن زهره خريب قاعد دخلها العالميه، والنظام الجزائري الرشيديه. انا قلت لك السكان تاع الرشيديه ساعات ينساو باللي راهم ساكنين في الرشيديه هذه. النظام الجزائري قال لك لا، قال لك نخرجوهم من نخرجوهم من الظل الى الانوار. دركا وكالة الانباء العالميه تولي تحكي على الرشيديه يا جدك. دونك هذا اللي من ترينيداد وتوباغو يسأل أي مواطن مغربي يقول له واش معناتها هذه شرقي؟ شرقي. المواطن هذا اللي من الدولة اللي هاك اللي راهم أكيد الصهاينة مأثرين عليه بحكم التطبيع، يقول له بأنه هذه رياح، الاسم هذا سمي على رياح. والقراءة تاعي في التسمية دون أن تكون عندي أي معلومات حول الموضوع، لأنه أصلا التسمية ما عندها حتى كيما مناورات الأسد الإفريقي. الأسد الإفريقي لأنه المغرب عندهم الشعار كيما حنا نقولوا الفنك، هما يقولوا أسود الأطلس وغير ذلك، دونك الأسد الإفريقي خلصت الحكاية. الشرقي لأنه كاين رياح تأتي من الصحراء تطلع للمغرب في إشارة إلى الجماعات الإرهابية اللي قادرة تحب تطلع للمغرب، وبحكم أنه المغرب يقدم نفسه كبلد مكافح للإرهاب وكأنه كحصن ضد الإرهاب اللي ممكن يروح لأوروبا، دونك سموا المناورات بهذا الاسم بحكم العلاقات الفرنسية المغربية. كي تكون إنسان في عقلك هذه هي القصة وتفوت. من بعد تحب تروح تركز في المناورات هذه، الدلالات تاعها، الأسلحة التي سيتم استعمالها، تقدر نرجعوا نناقشوا الشراكة الفرنسية المغربية تاريخيا في إطار صفقات الأسلحة وهذا منذ استقلال المغرب. هذه أمور عادي تقدر تناقشها. النظام الجزائري نحكيو على هذه الأمور لا، أنا توسوست. قالوا لهم توسوسنا باسكو راهم يطالبوا السفير فرنسا بتوضيحات. قالوا له وضح لنا علاش سميتوها شرقي 2025. ما اتهموش، قالوا برك تحملوا دلالات ونطلب توضيحات. توسوسنا علاش شرقي بالذات، علاش ماشي غربي 2025؟ علاش؟ وهذاك الوقت جينا على الغربي، الصحراء الغربية جينا مليحة. علاش ما سميتوهاش طنطان 2025؟ علاش شرقي 2025 بالذات؟ توسوسنا لكم. هذه مؤامرة، هذه مقصودة فيها تبين تاع وزارة خارجية في تاريخ البشرية ما صارتش. هذه حرف أنا دائما على كل حال كي نقول في تاريخ البشرية ما صارتش مع النظام الجزائري على العموم راهي حرفيا. أعطوني بلاد في التاريخ أصدرت بيان
تطالب فيه توضيحات على تسمية. لا يوجد ولا يمكن أن يوجد أنه بلد تزعجه تسمية. كاين دونالد ترامب قال لهم هذا جولف اوف مكسيكو ونسميه جولف اوف امريكا، بصح هذه قضيه داخليه امريكيه، بصح ماشي مناورات شرقي 2025 رجعت مؤامره في اشاره بطبيعه الحال. هنا باش الناس تفهم، الاشاره هي الى الصحراء الشرقيه، بحكم انه المناورات في الراشديه اللي هي على الحدود الجزائريه، النظام الجزائري اعتبر بأن التسمية تاع الشرقي 2025 مقصودة في إشارة إلى قضية الصحراء الشرقية. مسألة الصحراء الشرقية هي مسألة مطروحة منذ 1962 من طرف الوطنيين المغاربة، بداية من حزب الاستقلال، أنهم يطالبون بأراضي يعتبرونها تاريخيا أراضي مغربية اقتطعها الاستعمار الفرنسي، يعني لصالحه في وقت المستعمرات. ثم لما جاءت الجمهورية الجزائرية سنة 1962 هذه الأراضي صارت جزائرية، وهم يعتبرون بأن هذا دون وجه حق، مثل ما في فترات كانت تونس طالبت بأراضي اعتبرتها بأنه تم اقتطاعها من طرف الاستعمار الفرنسي، مثل ما ليبيا في فترات اعتبرت بأن الاستعمار الفرنسي اقتطع أراضي من ليبيا وضمها إلى الجزائر الفرنسية، ثم بقات تابعة للجزائر فيما بعد الجمهورية الجزائرية. لكن العلاقة مع المناورات، العلاقة أصلا مع التسمية تاع الشرقي الفيلم ما عندهاش علاقة. معناتها النظام الجزائري فتح موضوع لم يكن مفتوحا في الأصل. واحد ما تكلم على لا صحراء شرقية لا غربية لا سماوية لا أرضية لا تحت أرضية، واحد ما هضر. المغرب فرنسا يديروا مناورات في إطار شراكتهم العسكرية التاريخية، إذا ربي يسهل على كل واحد. روح انت جيب دير مناورات مع من حبيت. أصلا حنا الجزائر المناورات منذ خصوصا في فترة بوتفليقة وحتى في السنوات الأخيرة دائما ما تكون في الحدود الغربية مع المغرب، دائما ما كانت على الحدود. نفس الشيء بالنسبة للمغرب، وهذا منذ حرب الرمال، لأن الجزائر تعتبر، يعني النظام الجزائري تاريخيا يعتبر بأن المغرب هو أكبر تهديد للجزائر، المغرب يعتبر بأن الجزائر أكبر تهديد للمغرب. هذه تاريخيا كاين سباق تاع تسلح بين البلدين، وطبيعي انه المغرب حتى في حرب الرمال احنا دعمنا من طرف الاتحاد السوفيتي، المغرب دعمته فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية بالتسليح. هذه القضية والمناورات العسكرية، مناورات الأسد الإفريقي الآن عندها سنوات مع الولايات المتحدة الأمريكية، المناورات مع فرنسا أمر دوري لا يتوقف بين البلدين. ما كانش خلاص تروح تطلع للسما وتهبط ما تلقاش سبب انه النظام الجزائري استقبل السفير فرنسا اليوم حتى يقول له رانا توسوسنا لكم. شعب موسوس ونظام موسوس يجد. الشرقي الصحراء الشرقية راهم تآمروا علينا. فكرونا في واحد البنادم على كل حال. وين راح اشترى فيها ديما الجزائر مثل ما أحلم بها الجزائر لشهدائنا الأبرار والمجاهدين الأخيار. تبون منين يهضر يعميها مثل ما أحلم بها. نعم قد أحلم، هeureusement ما درتش أحلم بها. منين جبت هذه أحلم بها؟ تبون يرحم باباك. وهنا كان مازال ما مرضش بالكورونا وكلش، كان مازال لاباس عليه شوي. هذيك كان شوية عنده عقل، وفا عمره ما كان عنده عقل البنادم هذا على كل حال. مثل ما أحلم بها الجزائر لشهدائنا الأبرار والمجاهدين الأخيار. إن شاء الله اليوم هو يوم أغر
ورسالة خاصة، رسالة خاصة لأبنائنا وبناتنا وأمهاتنا وأخواتنا في المهجر. راكم شرفتوا البلاد، تآمروا عليكم ولاد الحركة، ولاد أوساريس، ولاد بيجار، ورماو خوتكم في لاسان في 11 ديسمبر 1960. اليوم حاولوا يديروا معاكم نفس الشيء، وراكم رجال واقفين ونساء واقفات، والجزائر ما تخلاش عليكم. تبون من بكري تآمروا عليكم من بكري. النظام الجزائري أكبر نظام موسوس فوق وجه الكرة الأرضية، كوريا الشمالية وماشي هيك. الناس دركا ساعات كيشبهوا يقول لك الجزائر كوريا الشمالية في شمال إفريقيا. راه كوريا الشمالية كيم جونغ أون ولا إيل درك، باباه إيل وهو أون، المهم أون إيل واش دخلني فيهم أنا، كيفو كي باباه. ما عندهمش نفس الحالة المرضية اللي عند النظام الجزائري، ما وصلوش للمستوى هذا. النظام الجزائري وصل لسطاج الوحش وفاتوا. اذا الاصدقاء كان هذا هو الفيديو ديالنا، كنتمنى انه نال الاعجاب ديالكم. خلوا لي الاراء ديالكم في التعليقات يعني حول هذا الحسد كما نقولوا او الحقد يعني الجزائري الذي يرسل اتجاه المملكه المغربيه الشريفه. فبعد المناورات يعني لسنين وسنين المغرب اليوم يترأس هذه المناورات يعني تحت اسم الأسد الإفريقي لزعامة الولايات المتحدة الأمريكية. خلوا لي الآراء ديالكم في التعليقات، قولوا لي شنو قال لكم. متنساوش من لايك للفيديو، ولا كنتي أول مرة كتشاهد القناة فتشرف بك أنك تشترك في القناة ديالي وتفعل الجرس إذا كان كيعجبك هذا النوع ديال المحتوى. إلى اللقاء أصدقائي، إلى فيديو قادم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله.